يا مساء الخير على احلى متابعين. النهارده جايبه لكم تفاصيل كامله عن مشروع تطوير عواصم المحافظات. الطرح هيكون في 12 مدينه و10 محافظات. لو لسه معايا لحد هنا اشتراك ولايك القناه. انا هاجر، والقناه دي مهتمه باي اعلان بتنزله الدوله. بصوا يا جماعه، مبدئيا كده كل المدن دي متاحه للتمويل العقاري. يعني انا هقول دلوقتي تفاصيل المدن بتفاصيل شرائها، اللي لو حد عايز يشتريها زي ما الهيئة منزلاها. لكن هي متاحة تمويل عقاري على 30 سنة، يعني بتقدم عليها عادي جدا. وانت بتستلم بتقول لا والله يا جماعة انا عايزة اسدد على 30 سنة. مدينة واحدة بس اللي ملهاش ان انت تستلمها تمويل عقاري، فما تتخضوش من الاسعار اللي هقولها، لان هي تصلح تمويل عقاري لو انت طبعا مطابق للشروط. المدينة الواحدة اللي هي ما ينفعش ان انت تستلمها تمويل عقاري هي مدينة نصر، بس عشان سعرها عالي شوية، معدية 5 مليون جنيه. انما باقي الطرح والاماكن التانية حد اقصى السعر فيها 2.5 مليون. فالسعر ده هيكون مناسب جدا للتمويل العقاري. طريقة التقديم بقى على الشقق دي ازاي؟ لازم تتواصل بنفسك انت، يعني مفيش بقى كراسة شروط ولا تقديم اونلاين ولا القصة دي. لازم تتواصل معاهم على الرقم هو ايه؟ 15 3 4. 15 3 4. وهم هيقولك هتعمل ايه، وهيدوك كل التفاصيل عن الشقق اللي انت حابب تقدم فيها. نيجي بقى للأماكن، وأول مدينة معانا هي محافظة القليوبية. وهو هيكون مشروع إسكو. مشروع إسكو شبرا الخيمة، خلف الشركة العربية للصناعات الكهربائية ومدرسة مارتوس للغات تقريبا. متاح هناك 36 عمارة. العمارة أرضي و9 أدوار. الاستلام هيكون خلال سنة. المساحة 175 متر، مكونة من 3 غرف وريسبشن و2 حمام و2 أسانسير. تشطيب سوبر لوكس. الشقة تشطيبها كويس، والواجهات وكل حاجة كويسة في العمارة. كمان موجود 2 أسانسير زي ما ذكرت. السعر بتاعها 2.250.000. المقدمة 300 38,000 جنيه، يعني 15% من إجمالي السعر. وكمان موجود في مدينة تانية يعني، بس أنا جايبه لكم مدينة واحدة عشان أنا بس الفيديو ما يطولش. الأماكن اللي فيها مدينتين يا جماعة أنا جايبة مدينة واحدة، لأن الأسعار متقاربة. عشان الفيديو كان هيطول قوي عليكم، عشان بس كنت عايزة ألملكوا أكبر تفاصيل. بعد كده ايه؟ بعد كده بندفع 20 قسط يعني بتدفع المقدمة من الإجمالي السعر اللي هي 15%. بعد كده بتدفع القسط ربع سنوي، بيكون في حدود 95,000 كل 3 شهور. وبتدفع وديعة صيانة، وبتقسط الباقي على 5 سنين بدون فوائد. لو انت حابب، مش حابب طبعا بتعمل ايه؟ بتقدم على 30 سنة. وفي خصم كمان 8% على كل الشقق. 8% ديت على اللي هياخدها كاش. محافظة السويس بقى. محافظة السويس نازل فيها مشروعين. المشروع الأول 151 عمارة أرضي و5 أدوار، كل دور 4 شقق، مساحة 90 متر، يعني زي الإسكان. السعر مليون 280 ألف مقدم. قسط بقى ربع سنوي كل 3 شهور 54 ألف. وكمان وديعة الصيانة 52 ألف. وكمان في موقع تاني نازل في الشقق في السويس، والأسعار متقاربة جدا عن بعض برضه. تالت مدينة معانا هي مدينة موجود فيها مدينة موجود فيها 99 عمارة. مساحة العمارة 113 متر، تشطيب سوبر لوكس. العمارة فيها 2 أسانسير و3 غرف وريسبشن وحمام. السعر 1,440,000. مقدم الحجز بيكون 15%، حوالي 216,000 جنيه. القسط ربع سنوي برضو. رابع بقى مدينة معانا هي مدينة سوهاج، فيها 13 عمارة. العمارة بتكون أرضي و8 أدوار. الدور فيه 8 شقق. استلام خلال سنة. كل الشقق اللي أنا قلتها استلام خلال سنة. 2 أسانسير. ومقدم الحجز 247,000. وقسط ربع سنوي 69,000 لمدة 20 قسط. وبرضه بتنفع تمويل عقاري لو انت مناسب ومطابق الشروط. بعد كده معانا المنيا 78 عمارة أرضي و5 أدوار. الدور فيه 4 شقق. استلام خلال سنة. سعرها 2,440,000. ومقدمة 336,000. القسط 103,000 جنيه. 113,000 جنيه. ودي برضو تنفع تمويل عقاري. وكمان محافظة الفيوم، العمارة 9 أدوار.
142 عمارة، الدور 8 شقق، مساحة 113 متر، و2 اسانسير. وموجودة دي كمان المنصورة والشرقية، موجود كمان فيها في الإعلان ده المنصورة والشرقية وكمان المعصرة. ودي قريبة من حلوان. وآخر مدينة معانا هي مدينة نصر. مدينة نصر بقى المشروع الوحيد اللي ملوش تمويل عقاري، لسبب يعني هي 54 عمارة، 54 برج كمان مش عمارة، أرضي و11 دور فوقيها، استلام خلال سنة، المساحة 182 متر. ودي أكبر مساحة موجودة في الإعلام معانا. مقدم الحجز 15%، ال15% دول بتاع 770 ألف جنيه. القسط الربع السنوي بتاع 220 ألف كل 3 شهور. تقسيطها على 5 سنين بدون فوائد، ولا تصلح تمويل عقاري. ودي المدينة الوحيدة. طبعا الإعلان ده غالي جدا ومش هيكون مناسب لناس كتير، بس ده علشان هو انت الشقق موجودة في المحافظات نفسها، مش هتروح محافظة بعيدة ولا هتتنقل مثلا مدينة جديدة. فانت لو انت مناسب معاك هتاخدها، ولو كمان شغلك مناسب هتاخدها على 30 سنة. غالبا دي حتى لو على 30 سنة السعر القسط بتاعها هيبقى عالي شوية. فلو انت مناسب معاك هتبقى طبعا مبروك عليك جدا، وتروح وتقدم فيها. لو مش مناسب معاك استنى شوية. الاسكان الاجتماعي اللي هتنزل المفروض تنزل على شهر 9 أو 10 بالكتير، وبرضه هننزل كل تفاصيلها، وهتكون الشقق في كل الأماكن إن شاء الله. و... ولو انت استفدت من الفيديو بأي حاجة ياريت تتابعني واشتراك في القناة. وطبعا الشقق ديت اللي مش مناسبة معايا ما يزعلش، انا بنزلها لان ممكن تبقى مش مناسبة معاك ومش مناسبة تبقى مناسبة لحد تاني. يعني انا بالنسبة لي دي مش هتكون مناسبة معايا، لكن انا هيكون مناسب معايا حاجة تانية لما الدولة تنزلها ان شاء الله. وياريت متابعة واشتراك للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله.